بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فصلوا عليه وسلموا تسليما. معكم في حلقة جديدة من صفحتكم كورة مع المصري. هنتكلم فيها على مباراة النادي المصري ومباراة سيراميكا في الدوري، وآخر مباراة للنادي المصري لعبها وفاز فيها بنتيجة 3-2، وأيضا مباراة النادي المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية من دوري المجموعات، والتي هزم فيها النادي المصري بنتيجة 2-1. وهنتكلم بقى في اخر الحلقه كده ان شاء الله على مباراه النادي المصري الهامه اليوم امام فريق زد لدوري نايل والجوله 17. يعني المفروض الحلقه دي كانت من فتره من بعد مباراه سيراميكا، كنا محضرين طبعا هنعرض معاكم ايضا الاهداف والملخصات، وهنتكلم على التشكيل وهنتكلم على كل حاجه فيها. يعني نتمنى جمهورنا الغالي يتابع معانا لاخر الحلقه، فيها كل حاجه للنادي المصري في الفتره الاخيره، سواء من مباراه سيراميكا في الدوري او من مباراه المصري والزمالك في بطوله الكونفدراليه، او هنتكلم برضو في اخر الحلقه كده على مباراه زد، المباراه الهامه اليوم للنادي المصري. فنتمنى اللي يتابعنا من واي فاي او من الانترنت يعني المنزلي، عشان برضو ما نحبش ان احنا نكون سبب ان الباقه معاك تخلص في باقه التليفون، وكله برضو يعني باقه الواي فاي برضو ما بتطولش ان تقعد مع الاغلبيه للشهر، يعني ممكن اسبوعين بكتير. فبرضو ممكن نبقى معاكم كده في اخر الحلقه دي بقى لجمهورنا الغالي، يعني ازاي تقدر توفر من باقه النت. هنطلع بره الكوره بقى شويه، فدي تبقى معاكم في اخر الحلقه ان شاء الله، ورب نفتكر ونقولها لكم بقى ازاي توفر والنت يطول معاك شويه بالنسبه للواي فاي. ندخل بقى في الحلقه بتاعتنا، الحلقه الهامه للنادي المصري في الفتره الاخيره. لو هنتكلم بقى كده سريعا يعني حتى لا نطول على مسامعكم، ونتمنى دايما وابدا نكون ضياف خفاف على حضراتكم. يعني النادي المصري المباراه يعني هتبقى فيها، انا حابب اتكلم فيها ليه؟ لان في مباراه فيها اشاده للعيبه وللجهاز الفني بقياده الكابتن نبيل الكوكي، وفي مباراه فيها انتقاد كروي للكابتن نبيل وللفريق ايضا. فهنبدا بمباراه سيراميكا والتي فاز النادي المصري فيها على فريق سيراميكا في الدوري العام، وفريق سيراميكا متصدر الدوري. انا بالنسبه لي المصري فاز بثلاث حاجات، يعني انا كاتبهم كده معايا: ثلاث عناصر المصري فاز بيهم، وثلاث عناصر المصري خسر بهم امام الزمالك. المصري ازاي فاز على سيراميكا؟ اولا رقم واحد فاز بالمفاجاه، هنتكلم معاكم فيها دلوقتي. رقم اثنين فاز بالروح، دي برضه هنتكلم معاكم فيها دلوقتي. رقم ثلاثه الابتكار. يعني ثلاث حاجات النادي المصري كسبهم في مباراه سيراميكا، ومباراه كانت قويه، وفريق سيراميكا فريق قوي بقياده الكابتن علي ماهر متصدر الدوري. ممكن كان بيلعب قبل مباراه المصري سبع مباريات بدون هزيمه، والمصري يعني كان ممكن بنقول كده في الكوره سيراميكا عقده المصري في الفتره الاخيره، ممكن اكتر من ثلاث اربع مواسم المصري ما قدرش يفوز عليه. سيراميكا كان بيعمل نتائج ايجابيه، فالمصري ان هو يقدر يفوز عليه فده كان شيء كويس. طبعا مصر فريق كبير، ويعني ان هو المفروض ان هو يكسب اي حد، يعني مصر فرقه كبيره من الفرق المقدمه الدوري زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، فبرضه ده شيء كويس ان النادي المصري قدر يفوز على فريق سيراميكا. طيب هنتكلم بقى ازاي المصري لعب. طبعا هنتكلم الاول على التشكيل كده. النادي المصري بدا بتشكيل في مباراه سيراميكا مكون من محمود حمدي، اثنين مساكين احمد منصور وخالد صبحي، باك يمين عبد الوهاب نادر لاعب ناشئ، باك شمال عمرو سعداوي، نص ملعب حسن علي وعمر الساعي ومحمود حماده واحمد شرف، اثنين في خط الهجوم كريم بامبو ومنذر طمين. يعني التشكيل لو اول ما التشكيل نزل في مباراه سيراميكا الكل توقع ان خلاص المصري هيخسر او مش هيعمل نتيجه ايجابيه، لان اغلبيه التشكيل اللي الكابتن نبيل بدا بيه كان تشكيل من الفريق الاحتياطي او مش الفريق الاساسي بالنسبه له، ومعاك ناشئين زي عبد الوهاب نادر واحمد شرف. فالتشكيله ما كانتش بالنسبه لك انت مقعد اللعيبه الاساسيه لمباراه الزمالك اللي هي مباراه الكونفدراليه اللي انت حضرت ليها، وقلت تريح لعيبتك عشان تحضر ليها وتقدر ان انت تلعب بالاساسيين. فده اول حاجه الكابتن نبيل عملها اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي انا بالنسبه لي كاتبها معايا: المفاجاه. كابتن نبيل الكوكي فاجئ، يعني فاجئ الجمهور، فاجئ المحللين، فاجئ فريق سيراميكا بقياده الكابتن علي ماهر. بقياده الكابتن علي ماهر اتفاجئ اصلا بتشكيل النادي المصري، يعني ده مش التشكيل الاساسي. فدي رقم واحد اللي قدر يفوز بها النادي المصري، انه عمل مفاجاه للفريق المنافس. طيب رقم اثنين بقى الروح. اللعيبه كانت عندها روح، سواء الناشئين او اللعيبه اللي هي ما بتلعبش اساسي، عندها روح، عايزه تثبت نفسها، بتحارب على المكسب في الملعب، فعندها رجوله في الملعب. ده روح اول حاجه. رقم ثلاثة الابتكار. الابتكار جاي منين بقى؟ جاي من اللي انت في هدفين بالنسبه لك جايين من ابتكار. الابتكار في الكوره يا جماعه يعني مش ان انا بباصي من رجل لرجل، الابتكار ان لازم يبقى في تحركات، في باص يجي بغير يعني مش متوقع من المنافس بالنسبه لك، وتكون طبعا ده بالشكل الخططي والتكتيكي طبعا للمدير الفني، وده اللي حصل
سواء في الجون الاول للنادي المصري عن طريق كريم بامبو اللي اتلعب ثرو باص جميل جدا، وهو ده الابتكار بقى من احمد شرف. لعب ثرو باص مميز جدا، قدر كريم بامبو يحرز الهدف الاول. الجون الثاني ايضا ميس باص من يعني محمود حماده ل منذر طمين، هدف ثاني. الجون الثالث ضربه حره مباشره، عميد صوافطه كان احتياطي ونزل لعبها حسن علي يعني عملها كده بضربه راسيه خلفيه بشكل كويس، وده ابتكار برده من يعني من ركلات ثابته قدرت ان انت تحرز 3 اهداف. فهنعرض معاكم بقى الاهداف. احنا اتكلمنا عن التشكيل، انا بالنسبه لي كده لو يتمنى ان الصوره تكون واضحه معاكم في البرنامج يعني. الخطوره كلها كان عبد الوهاب نادر الباك اليمين كان بيزيد في الحته دي كلها، في الجنب اليمين ده كله بيقطع، واحمد شرف كان ساعات بيجي مكانه في بيقطع برضه مع كريم بامبو ويلعب. يعني المصري لعب بتشكيل يعتبر مكون من 4 3 1 2، ده تشكيل النادي المصري لعب بيه مباراه سيراميكا. ايضا كان محمود عمرو سعداوي الجنب الشمال برضه بيزيد فيه بشكل كويس، محمود حماده كان بيغطي مكانه، محمود حماده بيوصل وبيلعب كصانع لعب، عمر الساعي بيلعب كصانع لعب وبينزل. كان بالنسبه لنا كده لو احنا زي ما احنا شايفين كده حسن علي كان هو الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. ده الخطه عشان برضو ما نطولش، وبعد كده ان شاء الله نبقى نشرح باستفاضه اكتر. ندخل معاكم بقى على الاهداف كده على طول باذن الله. راحت فين؟ ده طبعا هندخل بقى معاكم كده يعني برضو ايه، هنجرب برضو كده لان الملخص ممكن طويل شويه، فمش عايزين برضو ان الحلقه يعني تطول برضو، عشان برضو اللي عامل باقه واي فاي او باقه طبعا وبيشاهدنا طبعا ده كل شرف لينا طبعا متابعتكم. طبعا المصري طبعا زي ما قلنا حضراتكم التشكيل، نتمنى الصوره تكون واضحه كده مع حضراتكم. اول 3 دقائق او 5 دقائق المصري بيحاول يعني يمسك كوره كده، سيراميكا بعد 8 دقائق جاله ضربه ركنيه كده برضو، يعني ضربه ركنيه اهيت من ناحيه صديق جوله. دي كانت اول خطوره بقى لنادي سيراميكا، اتلعبت طبعا بضربه راسيه من حسين السيد مدافع سيراميكا وارتدت في القائم، ودي كانت اول خطوره لنادي سيراميكا، واول يعني ده اول هجمه تعتبر خطيره لنادي سيراميكا او في المباراه يعني عامه. كان مصر برده ما راحش بحاجه خطيره زي ما حضراتكم شايفينها كده. طبعا المباراه عدت بقى يعني ايه، المصري بيحاول برده ان هو يمسك كوره وسيراميكا ايضا بيحاول على فترات. دي حسن علي برضو، دي كوره كانت يعني حاول يلعبها كده لكن برضو ما راحتش بشكل كويس. احمد شرف برضو حاول يلعب كده اوفر برضو بس خرج لضربه ركنيه. حسن علي برضو عشان يعني ما نطولش، ما فيش حاجه خطيره قوي. بدايه بقى الخطوره كلها من هدف سيراميكا، دي برضو كانت هجمه خطيره، دي الهدف بقى. ده كده الهدف يا جماعه. الهدف برضو جاي بخطا وملعوب في ظهر خط الدفاع، سواء خالد صبحي او احمد ايمن منصور اتلعب في ظهرهم. ميس باص كده برضو هنشوفه مع حضراتكم، وقدر اسلام عيسى يسجل الهدف الاول. يعني الهدف زي ما انتم شايفين كده هو برضو بدأ كده من عند محمود حمدي في حراسه المرمى، حاول يلعبها كده برضو باص احمد عبد الوهاب نادر برضو لعبها بشكل مش كويس، اتلعبت في ظهر بقى خالد صبحي، اسلام عيسى صدها محمود حمدي ورجع كمل عليها برضو تاني، فهو خطأ مشترك ما بين خط الدفاع وحراسه المرمى. ده الهدف الاول لسيراميكا في الدقيقه 35. المباراه فيها تفاصيل كتير طبعا هنتكلم فيها طبعا. اهم بقى تفصيله زي ما احنا شايفين، التفصيله دي بالنسبه لي اقف عندها، محمود حماده. يعني دي كوره مشتركه مع محمود حماده واللاعب سيراميكا، محمود حماده وقع فيها بشكل خطير، ممكن فقد الوعي يعني البعض الثواني كده او ممكن دقيقه، يعني نزل الجهاز الطبي، قدر ان هو الحمد لله طبعا بعد وقعه محمود حماده كلنا كمشاهدين او لعيبه في الملعب او اي حد بيشاهد المباراه حط ايده على قلبه طبعا. يعني نقول في داهيه اي مباراه، اهم حاجه عندنا سلامه اللعيبه. ومحمود حماده طبعا يعني واحد من نجوم النادي المصري، وشاف حب جمهور النادي المصري بعد الصدمه دي والوقعه دي، اللي بنقول له الحمد لله على السلامه والحمد لله ان جت على قد كده. نتمنى طبعا السلامه لجميع لاعبينا، الحمد لله يعني الجهاز الطبي نزل عالجه. دي بقى كانت تفصيله في المباراه برضه، لكن الحمد لله نتمنى ان احنا ما نشوفش اللقطه دي في ملاعبنا، ونتمنى السلامه لجميع لاعبينا سواء النادي المصري او لاعبي الدوري المصري بالكامل، نتمنى السلامه لجميع لاعبينا يعني. الحمد لله عدت يعني. لكن بقى بالنسبه لنا محمود حماده مفروض في اللقطه دي، يعني انا كنت اتمنى ان او زي اي حد بيتمنى خلاص الاصابه كانت صعبه والحمد لله قام وقف، محمود حماده حب ان هو يكمل تاني،
المفروض الطبيعي ان محمود حماده خلاص اللي وقعه زي دي ما يفرضش رايه ان هو يكمل حتى لو هو فايق، المفروض كان يخرج. لكن كانت المباراه فيها ممكن لسه يعني اقل من 10 دقائق، واكيد بعد راي الجهاز الفني والجهاز الطبي ان عرفوا ان حالته كويسه، يعني ان هو قادر يكمل، كمل. وبالفعل الكابتن نبيل غيره على طول في الشوط الثاني، مع بدايه الشوط الثاني ما استناش يعني ما استناش عليه. طبعا الحمد لله محمود حماده زي ما احنا شايفين، هي كانت لقطه لازم نقف عندها يعني، ونتمنى ان شاء الله ما عدناش نشوف لقطات، ونتمنى السلامه للاعيبه كلها، لاعيبتنا كلها باذن الله. نتمنى السلامه لجميع لاعبينا. طبعا كلنا حطينا ايدينا على قلبنا يعني، بالذات بعد اللقطه دي وبعد لقطه احمد رفعت طبعا رحمه الله عليه. فمش قادرين ان احنا نشوف اي لقطات تانية او اي اصابات لاي لعيبه. نتمنى السلامه لجميع لاعبينا يعني. في داهيه اي مباراه سواء مكسب او خساره، مش فارق. اللي فارق معانا والله بالنسبه لنا بجد هي سلامه اللعيبه. فمحمود حماده طبعا يعني كانت لقطه كله حط ايده على قلبه فيها. لكن زي ما احنا شايفين اهو، زي ما انا بقول يعني، الجهاز الطبي واللعيبه صلاح محسن واللعيبه بتقول له ما تكملش ما تكملش، لكن هو لقى نفسه كويس وحب ان هو يكمل. لكن برضه ده خطأ، المفروض حاجه زي دي ما كانش يكمل بصراحه. لكن برضه ربنا اراد ان هو يكمل علشان يكون سبب في الهدف تعادل للنادي المصري، اللي هو الابتكار. عمل اسيست ولا اروع، من احسن الكور اللي شفتها لمحمود حماده بصراحه من ساعه ما جه المصري. اسيست بصراحه ولا اروع. هنشوف بقى كده اهوت يعني، ممكن خد وقت ممكن اكتر من 5 دقائق الاصابه بتاعت محمود حماده، واللعيبه كانت كلها بتحاول ان هي تقول له ما تكملش. لكن محمود حماده صمم، مع طبعا بعد راي الجهاز الطبي اللي طبعا اقر ان هو ممكن يكون جاهز وان هو يقدر يكمل. في الدقيقه 42 بقى طبعا اهوت يعني، اخر خطوره بقى جايه كلها في الوقت الضايع كده للنادي المصري. النادي المصري قدر يحرز هدفين. دي هجمه كانت خطيره كده، وبدايه الخطوره كده كره ملعوبه في ال 18 من عمر الساعي، كملها كريم بامبو. لكن طلعت بره قائمين، قائمين محمد بسام يعني، مع خطفها كريم بامبو بشكل كويس. شوف بقى، ممكن دي كره الهدف كده، الحكم حسب 8 دقائق وقت بدل ضائع. كره مقطوعه من حسن علي، ده الهدف الاولاني. كره مقطوعه من حسن علي. احمد شرف بقى ده هنا يا جماعه، ده بقى ده اللي ابتكاره يعني. ركزوا كده في الكره دي، وده الهدف اللي قلنا عليه الهدف الاول للنادي المصري عن طريق كريم بامبو. شوف احمد شرف عمل ثرو باص 10 على 10، ده ابتكار. وعلى طول تسديده ولا اروع بوش رجله. طبعا كريم بامبو في الزاويه اليمين لمحمد بسام ما يقدرش يعمل لها حاجه. الابتكار جاي بالنسبه لي ان ميس باص او ثرو غير متوقع. ده الهدف الاول للنادي المصري. طبعا جاي في يعني في الدقيقه الثانيه او كده من يعني من الوقت بدل الضائع. كريم بامبو ده عدل الهدف اهوت، قطع حسن علي بشكل كويس لاحمد شرف. احمد شرف عمل باص غير متوقع يعني، لعبه بطريقه كويسه جدا، وكريم بامبو بتسديده ولا اروع. ده في الوقت الضايع اتعادل النادي المصري 1-1. طبعا سيراميكا حاول ان هو يرجع. ده بقى هنا الكره دي، ده الهدف الثاني للنادي المصري. ثرو باص ولا اروع من محمود حماده، وده ابتكار برضه لمنذر طمين اللي قدر يلعبها ببطن رجله في اقصى الزاويه الشمال لمحمد بسام بجون 10 على 10 بصراحه. والكره ملعوبه من محمود حماده اللي هو ساهم فيها بنسبه كبيره من الهدف ده لمنذر طمين بجون ولا اروع للنادي المصري. في الدقيقه كده ممكن نقول الرابعه او الخامسه من الوقت بدل الضائع. يعني النادي المصري اجى في الشوط ده في اخر الوقت. طبعا جمهور المصري اللي بنقدر له كل التحيه والتقدير طبعا، دائما مساند لفريقه. جون 10 على، شوف الكرة ملعوبه بشكل كويس قوي. شوف محمود حماده، بص السرو ده، بص ملعوب اصلا يعني. هو ده بقى الابتكار، ده الابتكار ملعوب خلف المدافعين. يعني انت قدرت ان انت تضرب الاثنين المدافعين بيه وتلعبها بشكل كويس لمنذر طمين وتوديه انفراد. ده اللي احنا قلناه في مباراه سيراميكا. ده الابتكار بالنسبه للعيبه والتحركات والانهاء والفينش باهداف. ده ابتكار كده في الكوره، ما بلعبش كده من رجل لرجل. ده الابتكار. اكيد طبعا متدربين عليها من الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن نبيل. الشوط الاولاني كده يعني المصري قدر يطلع من الشوط الاولاني 2-1. فضل المباراه سجال كده بقى ان سيراميكا بيحاول يرجع في المباراه، طبعا بهجمات خطيره بقى يعني. المصري برضو الكره بقى الخطيره بالنسبه لنا طبعا يعني ايه، وكره خطره طبعا هيجي ركله جزاء. دي طبعا كانت كره برضو خطيره لفريق سيراميكا، كان ممكن يقدر يرجع بيها للتعادل. كره كده ملعوبه في ال 18 وسددها لاعب مهاجم سيراميكا محمد عبد الله. ده بقى ده الجون الثالث للنادي المصري. لا ده مش الجون الثالث، هو ضربه حره كانت نفسها طبعا، لكن حسن علي اللي لعبها. لكن
في الجون كان حسن علي. ده بقى كره اللي لعبها منذر طمين بشكل كويس جدا، كانت ممكن تسفر عن هدف ثالث للنادي المصري. يعني الكره راحت لمنذر اللي واحد من نجوم اللقاء ده بصراحه، تالق في المباراه ديت، كان واحد من نجومها. لعبها بشكل كويس كده برجله الشمال في الزاويه العكسيه، وملعوبه ملفوفه جميله كده ار 2 بشكل كويس جدا. لو كان اجى هدف كان هيبقى من احسن اهداف الدوري. سيراميكا برضو بيحاول يرجع كده. دي بقى الكره اللي يعني اتحسبت ركله جزاء على النادي المصري، حسبها الكابتن محمد معروف على طول، وانا وجهه نظر شايفها ضربه جزاء. احمد ايمن منصور عمل تاكلينج كده وايده كانت مرفوعه في الكوره. الكوره مش هي اللي راحه، لا ايده اترفعت يعني غيرت جسمه. الكوره اهي، اتمنى تكون واضحه. ايده مرفوعه، ركله جزاء صحيحه بصراحه يعني. بنتكلم كوره سواء للمصري او على المصري والله. ضربه جزاء دي بقى يمكن هي اللي غيرت في معالم المباراه. السيراميكا لو كان قدر يحرزها في الدقيقه 63 كانت هتكون النتيجه 2-2. لكن يعني يشاء القدر وربنا واقف مع النادي المصري، انه اراد ان النادي المصري يخرج من المباراه فايز. شوف ركله الجزاء مع حضراتكم، اتسددت طبعا وخرجت، خبطت في العارضه كده وخرجت. طبعا لم تسجل ضربه الجزاء. على طول بقى ورا ضربه الجزاء دي طبعا كان الكابتن نبيل عمل تغييرات، نزل عميد صوافطه بعد ركله الجزاء ديت. عمل تغييرات في نص الملعب، واحد من نجوم النادي المصري طبعا. دي الضربه الحره المباشره بقى اللي اتلعبت، ده برضو ابتكار اكيد متدربين عليها وشايفين من بعد وجود عميد صوافطه بيلعب الركلات الحره المباشره. يعني عاد هو المتخصص، كره ملعوبه بشكل جميل. حسن علي يعني بيجيب جون جميل جدا جدا. يعني حسن علي ما هوش لعيب طويل ان هو يطلع عليها، لكن ارتقى عليها بشكل كويس. ونقول له الحمد لله على السلامه حسن علي. يعني ما فرحناش باهدافه من زمان، اللعيبه كلها فرحانه معاه. ونقول كويس ان باهر ما كانش برضه موجود في المباراه ديت انه لو كان احتفل معاه. يعني اللعيبه بتخاف من احتفالات باهر طبعا، بكل حب طبعا. باهر بيحتفل مع جميع اللعيبه. اللي بنقول له برضه اللي صف مباراه الزمالك باهر محمدي ان شاء الله يرجع اقوى، صف كتفه كده. يعني اصابه ممكن تقعد معاه اكتر من شهر او شهرين تقريبا. فان شاء الله يرجع بالسلامه. واحد من النجوم المصري في الفتره الاخيره باهر المحمدي. الجون طبعا زي ما انتم شايفين كره ملعوبه بشكل كويس. ضربه حره كده اتلعبت، حسن علي ارتقى بيها ولا احسن مهاجم. لعبها بضربه راسيه خلفيه، وقدر المصري يعني 3-1 كده المصري يحرز الهدف الثالث ويعتبر امن النتيجه. لكن المباراه ديت كان فيها يعني في الوقت الضايع كده كان ممكن سيراميكا يرجع في اي وقت. طبعا سيراميكا رجع بالهدف الثالث بخطا كده. انا اعدي بقى كده. ضربه ركنيه طبعا لفريق سيراميكا، ده كره الهدف الثاني لفريق سيراميكا طبعا. كره خطا برضو من المدافعين، لعبت اهيت طبعا. والمهاجم المهاجم الجديد، المهاجم الافريقي لفريق سيراميكا قدر يحرزها طبعا بخطا كده من ما بين المدافعين. وحارس المرمى برضو محمود حمدي ما خرجش فيها، لكن برضو خطا اكتر للمدافعين بصراحه. يعني ازاي لعيب يساب كده في ال 18 وكان لسه بقى فاضل كده، الحكم احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع. اللي برضو كانوا كتير بصراحه، يعني ما ضاعش كتير قوي في الشوط. محمود حماده الصف في الشوط الاول كان ضاع كتير، اتحسب 8 دقائق. في الشوط الثاني 9 دقائق برضو، يعني كانت علامه استفهام قوي على الوقت الضايع. سيراميكا حاول ان هو يوصل طبعا ووصل بكام كره خطيره، لكن المصري دافع بشكل كويس وقدر ان هو يخرج من المباراه كسبان بنتيجه 3-2. ده بالنسبه لمباراه سيراميكا. ندخل بقى على مباراه الزمالك، والمباراه الاهم طبعا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه التي يعني فاز فيها نادي الزمالك بنتيجه 2-1. وده طبعا بقى بعد زعل جمهور النادي المصري طبعا من المباراه الاخيره. اتمنى الصوره تكون واضحه مع حضراتكم. هنعرض مع حضراتكم برضه اهداف عشان ما نطولش بقى في الحلقه اكتر من كده. يعني المباراه برضو يعني ما كانش فيها خطوره الا ممكن بعد تلت ساعه سواء للمصري او للزمالك. هنجري بقى مع حضراتكم. طبعا يعني كانت الهجمات ما فيش خطوره قوي. الخطوره بقى جت من هنا. التحام باهر المحمدي ضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه للاعب الزمالك شيكو بنزا. كره اتلعبت اهيت، يعني برضو يعني تهور كده من باهر برضو انه يعمل تاكلينج بالشكل ده في ال 18. شيكو بنزا ده لاعب سريع برضو، يعني يعتبر كان محور الخطوره لنادي الزمالك في المباراه دي. حسبها الحكم على طول ركله جزاء. وزي ما احنا عارفين مفيش فار في ادوار المجموعات، يعني الفار بيبدا من الادوار الاقصائيه من بدايه دور الثمانيه. مع احتساب حكم طبعا سددها حسام عبد المجيد كده على شمال محمود حمدي. هدف اول لنادي الزمالك.
هدف يعني جاي بعد تلت ساعة تقريبا. النادي المصري حاول. النادي المصري يعني برضه هيجي له ضربة جزاء النادي المصري. ضربة جزاء النادي المصري بقى دي ممكن بعد الكرة دي تقريبا هنشوفها مع حضراتكم. كرة اتلعبت ضربة ركنية في الأول، حاول يسددها أسامة الزمراوي بعد تردد كده من حكم اللقاء. بصراحة أنا استغربت برضه من الحكم في التوقيت ده، يعني هو ما حسبهاش في الأول وبعد تردد كده حسبها. ممكن بقى استنى انه يشوف راي المساعد، او المساعد كان اقرب لها وشافها تقريبا. يعني الكره ضربه جزاء برضو ايضا على لاعب محمد السيد، جت في ايده برضو، ايده مغيره اتجاه جسمه. سددها صلاح محسن على شمال محمد صبحي، تسديده جميله جدا، وهدف التعادل للنادي المصري. الشوط بقى برضو كان سجال كده ما بين المصري والزمالك، هجمه هنا وهجمه هنا، بيحاول الزمالك يضغط، بيحاول المصري يضغط، مفيش كانت حاجه خطيره قوي على المرميين طول الشوط الاول. يعتبر كان سجال كده في الشوط الاولاني، وانتهى بالتعادل الايجابي 1-1. الشوط الثاني بقى الزمالك عمل تغييرات والمصري ايضا عمل تغييرات. طبعا اصابه باهر، نزل مكانه احمد ايمن منصور، ونزل كريم بامبو، ونزل منذر طمين برضه، وعمر الساعي. كانت تغييرات المصري. نسينا نقول التشكيل بتاع المباراه، يعني برضه عشان ان احنا عاوزين الفيديو في حلقه ما تطولش معانا، اسفين يعني. برضه يعني ايه هنقوله بقى بعد يعني ان شاء الله لو الحلقه تخلص باذن الله هنقوله بعد ملخص المباراه كده. نقول برضو التشكيل كده، برضو هنتكلم منه كده، ونقول برضو ايه السبب خساره المباراه دي. هيجي من التشكيل برضو، هنتكلم على التشكيل. المباراه تعتبر في الدقيقه 60 برضو، بعد يمكن ربع ساعه كده من الشوط الثاني. الزمالك بيحاول والمصري بيحاول. دي اصابه باهر المحمدي. كرة بصراحه يعني مع لاعب الزمالك تقريبا محمد اسماعيل، دخل في ظهره كده بصراحه، يعني زقه صعبه. نزل باهر المحمدي طبعا على كتفه، اصابه تقريبا خلع في الكتف او حاجه، يعني اصابه جامده مش سهله. اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله، ويرجع باذن الله احسن من الاول. باهر محمد واحد من النجوم المصري في الفتره الاخيره. الدقيقه 72 بقى يعني الزمالك بيحاول. دي كره الهدف اهي، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. كره الهدف طبعا هدف يعني خطا في خروج محمود حمدي حارس النادي المصري، ملعوبه من ادم قايد. طلع محمود حمدي بشكل خطا وسددها عدي الدباغ لتسفر عن الهدف الثاني. طلع وسددها عدي الدباغ. طبعا هدف ثاني لنادي الزمالك بخطا مشترك برضو ما بين المدافعين. هو طلع محمود حمدي، حتى لو طلعوا خطا، فين المدافعين اللي المفروض تشيل الكره دي؟ يعني المفروض يبقى فين؟ مش ساب ثلاث لعيبه لوحدهم من نادي الزمالك بصراحه يعني. التمركزات بتاعه النادي المصري حاجه بصراحه عايزه اعاده ترتيب من الكابتن نبيل مع المدافعين بصراحه. لان برضو ثلاثه، يعني ما فيش الدباغ، في حسام عبد المجيد زي ما احنا شايفين الكره، ثلاثه من الزمالك مش سابين لوحدهم، ما فيش اي تمركزات من مدافعين النادي المصري. طبعا الزمالك بقى يعني جاب الجون الثاني. عايزين طبعا يعني نشيد في لقطه برضو لازم نقف عندها. كانت في الدقيقه 20 نشيد بها من جمهور النادي المصري وجمهور نادي الزمالك. جمهور النادي المصري في الدقيقه 20 وقف دقيقه حداد على شهداء النادي الزمالك. ايضا في الدقيقه 53 حداد وسرقوا الكشافات على شهداء النادي المصري وشهداء بورسعيد 53. ايضا في الدقيقه بقى 74 برضه دقيقه حداد اتوقفت على شهداء النادي الاهلي في الدقيقه 74. ودي كانت لفته رائعه من جمهور النادي المصري لشهداء النادي الاهلي. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه كلنا مصريين، كلنا مصريين. شهداء الاهلي، شهداء الزمالك، شهداء المصري، كلنا في الاول وفي الاخر تحت وطن واحد مصر، تحت وطن واحد مصر. فكلنا اخوات. يعني عايزين بقى العنف واللي في الكوره والعصبيه دي يا جماعه يعني خلاص يروح. رحم الله شهدائنا، رحم الله شهداء الوطن من النادي الاهلي، من نادي الزمالك، من النادي المصري. رحم الله شهداء الوطن من الجيش، من الشعب، من الشرطه. كلنا في الاول وفي الاخر مصريين، نحتسبهم عند الله من الشهداء يعني. رحمه الله عليهم رحمه واسعه، واسكنهم الله فسيح جناته. ويعني عايزين العصبيه بقى بتاعت الكره دي تنتهي من ملاعبنا، يعني نتمنى ان شاء الله. دي كنت نقطه برضو حابب ان انا اتكلم فيها. معلش بقى هي الحلقه يعني طولت شويه، فاللي حتى معاه باقة واي فاي بقى يقلل الجوده. ده اللي هنتكلم عليه بقى في الاخر، في اخر الحلقه كده، ازاي ان انت توفر من باقة الواي فاي كمان.
الزمالك طبعًا جاب الهدف التاني، برضه الزمالك راح باكتر من كرة خطيرة كان ممكن يقدر يسجل الهدف التالت. المصري بقى بعد التغييرات نزل كريم بامبو برضه راح، ومنذر طمين راح بكرة خطيرة، لكن يعني ما يعتبرش في حاجة خطيرة أوي بعد الهدف التاني، والمصري كان قدّم أداء سيء. لو هنتكلم بقى كده على تشكيل مباراة الزمالك، طبعًا قُلنا تشكيل مباراة المصري وسيراميكا. نتكلم كده المصري بدأ بقى بتشكيل مختلف عن مباراة سيراميكا، يعني زي ما إحنا قُلنا من التشكيل اللي المصري نزل بيه في مباراة سيراميكا بان إن الكابتن نبيل بيريّح الأساسيين لمباراة الزمالك، وده كان شيء خطأ. لعيبه اتألقت معاك زي منذر كان واحد من نجوم المباراة سيراميكا وأحرز لك هدف وكان واحد من نجوم اللقاء، كان المفروض يبدأ مباراة الزمالك. أحمد شرف كان واحد من النجوم، كان المفروض يبدأ على الأقل الاثنين دول كانوا يبدأوا. كريم بامبو كان أيضا متألق في مباراة سيراميكا، كان المفروض إن هو يبدأ. مش شرط بقى أنا ليا اللي يتألق هو اللي يلعب، يعني مش شرط إن أنا عندي أسامي. الكورة ما عادتش يا جماعة بالأسماء، الكورة للي يدي في الملعب. بدأ المصري بتشكيل مكون من محمود حمدي، 2 مساكين خالد صبحي، باهر المحمدي، باك يمين كريم العراقي، باك شمال مصطفى العش، 3 في نص الملعب كده متأخرين نجيشة، عميد صوافطة وحسن علي، قدامهم كصانع لعب أسامة الزمراوي وصلاح محسن، وفي الأمام دغموم 2 رأس حرب. كان طبعًا بيحصل تغيرات كده ما بين أسامة الزمراوي و دغموم كده كصانع لعب، وبيطلع مكانه أسامة الزمراوي. كان في تغيرات كتير في الفرقة يعني، لكن المصري في المباراة دي بصراحة ما أداش بشكل كويس زي مباراة سيراميكا، بسبب ان برضو المفروض الكابتن نبيل زي ما اشدنا بيه وعمل مفاجاه، وقلنا في 3 يعني عناصر احنا عاملينهم ليه المصري كسب في مباراه سيراميكا. خسر بالمفاجاه، بالروح، بالابتكار. دي 3 حاجات المصري كسب بيهم. طب ال3 حاجات اللي المصري خسر بيهم امام الزمالك في دور المجموعات لبطوله الكونفدراليه اعكسهم بقى. عدم المفاجاه، لعب باللعيبه الاساسيه اللي معروفه يعني بالنسبه للخصم بتاعك نادي الزمالك. عدم المفاجاه واللعب بالاسماء فقط، يعني اللعيبه لعبت باسمائها فقط، ما لعبتش باي روح. رقم 2 الروح والعزيمه للمكسب ما كانوش موجودين. طبعا ما فيش اي روح وعزيمه للمكسب، ما كانش اللعيبه محسسانه ان هي عايزه تكسب. وطبعا عند الجهاز الفني برضه يعني الكابتن نبيل عنده علامه استفهام، كان متخوف من المباراه. ادي للفريق الزمالك فريق كبير، ادي له حجمه ما فيش مشكله، لكن لما بدي للفريق زياده عن حجمه بتقلب ضدك، ان انت بتدافع زياده عن اللازم، فوارد ان انت تخسر النقطه حتى اللي انت بتلعب عليها للتعادل. رقم 3 بالنسبه لنا عدم الابتكار واللعب المحفوظ، يعني اللعيبه كانت بتلعب بيس باص من رجل لرجل، ما فيش اي شكل او ابتكار للعيبه اللي حصل في مباراه سيراميكا وقدرت ان انت تفوز. فده النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. انت عملت 3 حاجات في مباراه سيراميكا قدرت تكسب بيها، عكستهم في مباراه الزمالك خسرت. نتمنى انت الكابتن نبيل اشدنا بيه في مباراه سيراميكا، اشدنا بيه يعني كان واحد من نجوم اللقاء بالابتكار اللي هو عمله. طبعا ننتقد الكابتن نبيل برضه كوره بننتقده في مباراه الزمالك، ما كانش فيه اي ابتكار بصراحه يعني. اللي انت عملته بشكل كويس في مباراه سيراميكا عكسته في مباراه الزمالك خسرت. فده نتمنى تصحيح الاخطاء في الفتره القادمه، لكن مش معنى كلامي، معنى كلامي انا عايز بقى اوجه رساله للجمهور كمان، يعني ان انا غير ان انا بتكلم كوره او تحليل، انا واحد من الجمهور وده شرف ليا من جمهور النادي المصري. يا جماعه احنا معانا مدير فني قدير جدا 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 جدا، والله بجد من احسن الاجهزه الفنيه اللي دخلوا النادي المصري في اخر سنين، يعني في اخر ممكن لو بنتكلم اخر 10 سنين مثلا. كابتن نبيل الكوكي لسه ما عملتش حاجه، لكن بيلعب كوره كويسه بشهاده جميع المحللين. النادي المصري مع الكابتن نبيل بيلعب بشكل كويس حتى لو خسر، يعني انت خسرت مباراه الزمالك بتلعب بشكل كويس. معاك اسكواد، فريق اساسي وفريق احتياطي، الاثنين ممكن اي حد منهم يلعب. لعيبه النادي المصري كلها كسكواد محترم. معاك رئيس نادي لا يبخل عن النادي المصري بشيء، مستر كامل ابو علي. يعني لعيبه مصر كلها لو بنتكلم اي لاعب يتمنى انه يكون موجود تحت رئاسه مستر كامل ابو علي او رئيس لناديه، يعني اي لاعب يتمنى يلعب في النادي المصري ومستر كامل ابو علي موجود. ما بيأخرش اي حاجه على اللعيبه، المقدمات والفلوس بتوصل للعيبه لو بتتكلم ماديا، بيعامل اللعيبه كلها كأب ليهم. فالنادي المصري حاليا منظومه، يعني طالع السلم واحده واحده. يعني النادي المصري ان شاء الله لما يبقى في ملعبه بعد كده كمان، ده هتبقى كمان نقطه ميزه 50% من ان انت كمان توصل للبطولات. النادي المصري بنتمنى ان شاء الله معانا سكواد محترم نوصل لبطوله. خرجنا من بطوله كاس مصر، وارد، كل شيء وارد. بطوله الكونفدراليه اللي انت لسه فيها قدامك مباراه صعبه، هتروح بقى هناك. انت النهارده لو بنتكلم على يعني على المجموعه كده، مجموعه النادي المصري بياتي ثاني بعد الزمالك. الزمالك اول ب8 نقط، المصري ثاني ب7 نقط، فريق كايزر تشيفز ب7 نقط الجنوب افريقي، عندك زيسكو يونايتد زامبيا برضو عنده نقطه واحده. فهو المنافسه دلوقتي ما بين الزمالك والمصري وزيسكو يونايتد. مباراه صعبه للجاي للنادي المصري لو بتتكلم على بطوله الكونفدراليه، مباراه صعبه جدا للنادي المصري في جنوب افريقيا.
نتمنى ان شاء الله النادي المصري يرجع بنتيجه ايجابيه، يلعب على المكسب هناك. لو انت حابب ترجع بنتيجه ايجابيه بقى تلعب على المكسب هناك، وربنا يوفقك طبعا بحذر دفاعي طبعا، وربنا يوفقك. قدرت ترجع بالمكسب ده شيء كويس، قدرت ترجع بنقطه التعادل برده شيء كويس، يضمن لك ان انت تاني المجموعه تكسب المباراه الاخيره على ارضك امام زيسكو، تقدر ان انت تصعد سواء اول او تاني. ان شاء الله انا بقول لك النادي المصري هيصعد من المجموعه ان شاء الله، ممكن يصعد اول طبعا حسب بقى نتائج نادي الزمالك، او تاني، بس النادي المصري ان شاء الله مع تصحيح الاخطاء هيصعد من المجموعه باذن الله. ونتمنى بقى يعني ما يكونش طموحنا الصعود من المجموعه، لا، طموحنا معانا سكواد محترم، معانا مدير فني محترم وقدير جدا ومخضرم في بطولات افريقيا، معانا رئيس نادي، ما فيش بعد كده كلام، كل حاجه متوفره للنادي. فالنادي المصري ان شاء الله يكون طموحه الوصول للبطوله، مش ان انا اصعد او ادي بشكل مشرف. عايز اقول كلمه برضو ان لعيبه مصر يا جماعه، لعيبه مصر كلها شكل بعض. لو بنبص كارقام لعيبه مصر كلها شكل بعض. ممكن لاعب او اتنين اللي بيفرقهم. لو بنتكلم مثلا عن النادي الاهلي امام عاشور، انا بالنسبه لي بشوف امام عاشور لاعب موهبه مختلف عن اللعيبه كلها بصراحه، يعني لعيب موهوب، فنيا لعيب ما شاء الله، حدث ولا حرج من اللعيبه الموهوبه. تريزيجيه برضو يعني لعيب موهوب واحتراف وفتره احتراف، واحد من نجوم المنتخب برضو موهوب. ممكن في لو بيراميدز زي ما بكلمك على فرق المتصدره، يعني الفرق الاوائل كده في الدوري، بيراميدز برضو عندها ممكن الشيبي موجود، فيستون مايلي. لو بتتكلم على سيراميكا برضو المحترف صديق جوله. بتتكلم عن النادي المصري بقى، عندك دغموم، عندك صلاح محسن، عندك منذر طمين، عندك الانتدابات الجديده واللاعيبه اللي موجوده طبعا قبل كده. كل النادي المصري سكواد محترم، النادي المصري فيه سكواد محترم سواء الاساسي او اللعيبه الموجوده احتياطي، واللعيبه كلها بالنسبه للكابتن نبيل قال جمله حلوه عجبتني، اللعيبه كلها بالنسبه له اساسي. فالنادي المصري الفرق بس الوحيد ان انت عشان توصل لبطوله يا جماعه مش موضوع مدرب. والله شوف النادي المصري غير كام مدرب على السنوات الاخيره، شوف النادي المصري غير كام لعيب على السنوات الاخيره. اي حد تساله دلوقتي يقول لك احسن فتره للنادي المصري في لعيبه سكواد اساسي او سكواد احتياطي هي الفتره الحاليه. المصري عمل انتدابات رائعه في يناير، 4 انتدابات. لو من خط الدفاع جبت مصطفى العشي من النادي الاهلي، واحد من النجوم، يعني انا بشوفه من نجوم النادي المصري ومن نجوم الانتدابات، وهيفرق ان شاء الله لما يرجع كمان لمستواه والبدني بتاعه، بيلعب معاك في اكتر من مركز. جبت ايضا عميد صوافطه الفلسطيني، لعيب جاي وهيكون واحد من نجوم الدوري مش من نجوم النادي المصري. جبت اسامه الزمراوي ايضا، صفقه مميزه، لعيب مغربي برضه، لعيب يعني كويس ومهاري وجاي برضه. جبت اخيرا اللاعب الفلسطيني مصطفى زيدان، ايضا موهبه وجاي ان شاء الله نشوفه مستوى كويس مع النادي المصري. فالنادي المصري عمل انتدابات، كان ينقص النادي المصري بصراحه ممكن مهاجم افريقي كان يسند مع صلاح محسن، لان انت المهاجمين عندك في النادي المصري ممكن عندك 5 مهاجمين، ما عندكش مهاجم، 5 مهاجمين بس، ال5 مهاجمين يعتبروا بستايل وبشكل واحد. ما عندكش المهاجم السترايكر اللي هو يعني اللعيب الهجام، زي مثلا ايه لو بنذكر كده على سبيل المثال بانسيه لاعب النادي المصري الافريقي في فتره من الفترات، لعيب هجام، احمد جمعه. انما انت لو بتتكلم النهارده عندك صلاح محسن، منذر طمين، محمد الشامي، كريم بامبو، زياد فرج، عندك ممكن 5 عناصر، احمد شرف بيلعبها مهاجم، 5 6 عناصر، لكن ممكن يعني الوحيد فيهم اللي بيلعب حته الاسترايكر دي وبينزل برده كتير، ما هوش استرايكر خارج داخل المنطقه، هو صلاح محسن. فاللعيبه عندك كلها المهاجمين شكل بعض، كنت محتاج سترايكر، لعيب افريقي من اللي هو لعيب صندوق بيقدر يخلص من انصاف الفرص، يعني حتى لو انت وحش في المباراه ممكن من فرصه يخلص لك يطلعك كسبان. لكن ده برضه نشكر المستر كامل ابو علي على الانتدابات دي، عامل بصراحه ميركاتو شتوي 10 على 10، وموفر كل شيء للنادي المصري. ان شاء الله باذن الله النادي المصري هيحصل على بطوله قريبا بالروح، مش هتيجي كده بالكلام، هتيجي بروح اللعيبه. اللعيبه لازم تصدق نفسها بقى يا جماعه، اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب او اللي بيفرق لعيبه الاهلي والزمالك عن باقي الفرق، ان اي لعيب بيروح اهلي او زمالك عارف ان هو رايح ياخد بطوله. يعني لو بنتكلم كمان عن النادي الاهلي في الفتره دي، فتره دي الزمالك يعني مش في احسن حالاته، بسبب برضه عنده مشاكل ماديه، مشاكل قيد، مشاكل لعيبه بتمشي. برغم كده الزمالك اللعيبه بتكسب ليه في الزمالك؟ لان بيلعبوا باسم الزمالك، عارفين ان هم بيلعبوا اسم الزمالك. يعني لو جبت معلش كده لعيبه ماشيه خارج بوابه النادي الزمالك ما بيلعبوش كوره وجبتهم يلعبوا باسم نادي الزمالك، هيرعبوا اي خصم، يكسبوا. ده ما بنتكلمش كوره بقى، روحهم وعندهم روح في الملعب يكسب. فاللي بيفرق يا جماعه هي الروح. لازم لعيبه النادي المصري تصدق ان هي سكواد محترم، بتلعب في فريق مانيش بس بلعب بشكل مشرف، لا، انا بلعب عاوز احصل على بطوله، عاوز اكون على قد طموح جمهوري، على قد طموح رئيس ناديه، على قد طموح مدير الفني ايضا. اتمنى ان المدير الفني اكيد عنده نفس الطموح، عايز يحصل على بطوله، وليه لا، معايا كل حاجه متوفره.
فهي أهم حاجة عند اللعيبة يا جماعة الطموح، اللعيبة برضه اللي بتنجّح الأجهزة الفنية، وممكن اللعيبة برضه اللي يعني إيه تفشّل الأجهزة الفنية، فهي برضه أنتم squad محترم، العبوا باسم ناديكم، نادي كبير، نادي مش قليل، النادي المصري كبير بجمهوره، برئيس ناديه، يعني منظومة النادي المصري تسير على خطى النجاح إن شاء الله بإذن الله، قادرين النادي المصري قادر إن شاء الله يحصل على بطولات، مش بطولة بقى في الفترة القادمة بإذن الله، وبعد كده إن شاء الله يكون في ملعبه بإذن الله قريبًا إن شاء الله يعني، فاتت كتير أكتر من 14 سنة هجرة كروية خارج النادي المصري، يعني كتّر خير جمهور النادي المصري بيسافر وراه في كل مكان، إن شاء الله نرجع النادي المصري يرجع يلعب طبعًا في أرضه تاني، ملعب النادي المصري في بورسعيد، وده يكون طبعًا عامل قوة 50% من مكسب البطولات، إن أنت تكون بتلعب في أرضك ومعاك مؤازرة جماهيرية طبعًا يعني مدينة كاملة بتأزرك، إن شاء الله النادي المصري قادر، 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 لكن الرسالة اللي هنقولها تاني يا جماعة يا جمهور النادي المصري شجّعوا، التفّوا حوالين فريقكم، فريقكم كورة مكسب وخسارة، ما هياش مكسب على طول ولا خسارة على طول، وارد إن أنت النهارده تخسر، وارد بُكرة تكسب، تتعادل، ده في كرة القدم، لكن البطولة ما بتجيش إلا بالمساندة والاستقرار، البطولة ما بتجيش إلا بالمساندة والاستقرار، مش عايزين نخطأ تاني ويحصل تغيير أجهزة فنية، تبدأ يعني بتلاقي نَفْسك بتروح من مكان لمكان خالص تاني، ترجع تعيد الحسابات تاني من أول وجديد، معانا جهاز فني محترم، أنا أتمنى إن هو يقعد أكبر فترة ممكنة مع النادي المصري، وده الاستقرار اللي بيجيب النجاح إن أنت تحصل، وده أيضًا تفكير مستر كامل أبو علي، استقرار بيجيب النجاح وأنا معاه في النقطة ديّة، وأتمنى جمهور النادي المصري كلّه يكون معانا في النقطة ديّة بإذن الله، وجمهور النادي المصري واعي وفاهم وعارف اللعيب اللي بيأدّي واللعيب اللي ما بيأدّيش، فنتمنى اللعيبة كلّها تأدّي بروح وتعرف إن هي بتلعب في فريق كبير وفريق جماهيري ما هوش فريق قليل، يعني آسفين الحلقة طالت غصبٍ عننا، كنا نتمنى إن الحلقة ما تطولش، بس إحنا نتكلم على مباراة زد، مباراة مهمة اليوم، برضه عشان مش هنتكلم بقى في تشكيل ولا في أي حاجة عشان ما نطولش في الحديث أكتر من كده، مع إن طوّلنا في الحديث، نتمنى نكون ضفاف يعني ضيوف آسفين برضه إطالة في الحديث، نتمنى نكون ضياف خفاف على حضراتكم دائمًا وأبدًا يعني، يسعدنا دائمًا متابعتكم. نتكلم بقى إحنا قُلنا بقى لو عايز توفّر الباقة الحمد لله اللي إحنا افتكرنا، توفّر باقة الإنترنت المنزلي، يا جماعة طبعًا الإنترنت ما فيش حد النهارده النت بيقعد عنده أكتر من 20 يوم، ده أقصى حد كده كان ده يبقى بطل في النت، ما عادش النت بيقعد شهر عندنا كلنا. فإزاي إن أنا أوفّر من النت يعني بقدر الإمكان، طبعًا اللي بيسحب من النت ما هوش التصفُّح مش م م يعني التصفُّح ده ما بيسحبش كتير، اللي بيسحب معاك مشاهدة الفيديوهات، سواء عبر السوشيال ميديا بقى سواء فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، ده اللي بيبدأ يسحب معاك من باقة النت، فهتعمل إيه، توفّر الجودة، الجودة دايمًا بتبقى عالية، جاية تلقائي الجودة عالية في المشاهدة يعني، بتخش لو سواء على اليوتيوب وبتشاهد فيديوهات تخش على الإعدادات بتعمل الجودة أقل جودة أو الجودة اللي إيه، جودة وسط بحيث ما يبقاش في سحب كتير للإنترنت. اليوتيوب سواء كده أو التيك توك أو الفيسبوك بتخش في الإعدادات، في إعداداتهم وممكن ننزّلها لكم في شرح بعد كده إن شاء الله، في فيديو إن شاء الله ممكن نتكلم فيها بشرح كده بإذن الله، وممكن معاكم كده باستفاضة يكون حلقة أقصر من كده بقى، فنتكلم بقى في فيديو إن شاء الله. كنا معاكم اتكلمنا في يعني أكتر من حاجة، نتمنى الحلقة تنول إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله بعد كده نكون معاكم ويعني بعد المباريات مباشرةً إن شاء الله يعني، عشان برضه الحلقات ما تطوّلش، فاعتبرها حلقة على أون سبورت بتتابع الكابتن سيف زاهر، يعني طبعًا يحصل لنا الشرف ما نجيش حاجة طبعًا في الإعلاميين الكبار، كابتن سيف زاهر، كابتن إبراهيم فايق، كابتن أحمد شوبير، اعتبرها حلقة وإحنا بنتكلم فيها عن مصر ما بنتكلمش عن فرق تانية، ويعني نتمنى طبعًا متابعتكم للنهاية من بداية الحلقة لنهايتها، ده شرف لينا يعني، ونتمنى بس ما تتابعش إلا لمّا يكون واي فاي وتعمل بقى الإعدادات ديّة اللي إحنا قُلنا عليها بعد كده عشان توفّر في الإنترنت. وما أجمل بداية للكلام وأجمل نهاية للكلام، بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.